أجمل تحية بقدمها لحضراتكم من على ضفاف نهر النيل العظيم. مهرجان المسرح العربي عرس مسرحي جميل على أرض الكنانة. هذه هي الدورة الثالثة للمهرجان في مصر. تكريم من بيتك. إذا كان الواحد يعني أقدامه ثابتة في الفن فده يبقى بسبب المسرح. يسعدنا أن نشارك باسم بلدنا في مهرجانات المسرحية، وتحديدا نحن اليوم في مصر أم الدنيا. النهارده تكريم مهم جدا للأستاذ أحمد بديري. أنا سعيد جدا بالتكريم ده، خصوصا لما يبقى مهرجان المسرح العربي. احتفل الكاتب الكبير والفنان التشكيلي حسين نوح بتوقيع كتابه الجديد. كتاب نوم وشخير ونفير، حالة استنفار مني لما يحدث. سعيد جدا بصدور الكتاب. حسين نوح وفنان متعدد المواهب الحقيقة، كاتب وفنان تشكيلي ومنتج أيضا. ومنتج. حضرتك كتبت المقدمة للكتاب؟ طبعا كتبته، لأن الحقيقة أنا اكتشفت إن احنا جيل واحد حاسين بلحظات من لحظات الخطر. الكتاب ده رحلة كبيرة جدا من الخبرات الثقافية والأدبية أو نبض الشارع المصري. احتفالية خاصة لتوزيع جوائز ساويرس الثقافية. حضرتك ازاي بتدعم المبدعين في شتى مجالات الثقافة من خلال الجائزة؟ بتقدم لهم ايه؟ لما بياخدوا الجائزة بيتعرف وبيتلقفوا بقى الناس اللي هيكملوا مع المشوار. اليوم ده انا بحضره، انا بحترمه جدا جدا جدا. الجائزة دي بتخليك تقرا احسن روايات، بتلخص لك طلع الحكاية. الخلاصة بقى الزبد. قولي لي كان احساسك ايه اول ما سمعتي انك هتغني في الحفل؟ انبسطت جدا وتحمست جدا، اللي هو يلا عايزة اليوم يجي بسرعة. مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر التاني. أغنية 2025 اللي كنت دايما بتغنيها. انت أعظم إنجازاتي، أحلى حد دخل حياتي.